نهده دي مش دعوة، لكن هو ده اسم ألبوم مطربنا النهاردة عصام كاريكا. تابعوا معانا النهاردة أجواء حفل ألبوم عصام كاريكا. اللي قلبنا مش قده، واللي خني وبعوده، واللي جرح فيا كتير. معانا الفنانة جيهان الناصر، شفناكي في لجنة تحكيم ستار ميكر. أيوه. النهارده بنشوفك في شركة إنتاج نيو سنشوري ميوزك. إيه اللي جاب النقلة دي من لجنة تحكيم للإنتاج؟ هي جت بصراحة صدفة يعني، واتعرضت عليا كذا مرة بس أنا كنت برفض علشان أنا يعني مشغولة كتير شوية، بس أخيرا وافقت وقررت إن أنا أخوض التجربة دي، واتكلت على الله بقى، قلت إن شاء الله ربنا يكرم بإذن الله. أنتيش قلقانة إن الشركة لسه جديدة؟ لا بالعكس، أنا لما أدخل شركة جديدة وأعملها احسن ما ادخل مثلا شركه كانت عملت حاجات وليها سلبيات وانا اتحطيت في السلبيات دي، لكن من هنا انا ممكن ابتدي حتى لو في ايجابيات او سلبيات فهتبقى مسؤوليتي الشخصيه، فمعلش بتعلم. اللي قلبنا مش قده، واللي خني وبعوده، واللي جرح فيا كتير، ربنا يهد. عصام ايه حكاية ربنا يهد؟ أول مرة نشوف حد بيحب حد ويدعي عليه وبيغني له. لا ده كتير، ده كل واحد بيحب حد لما يلاقي حبيبه مضايقه يصعب عليه نفسه فيقول لك منه لله، مش ده بتحصل كتير، وربنا ياخده وربنا مش عارف ايه كده. فكلمة موجودة في بق الناس، احنا خدناها وعملناها اغنية والحمد لله. يعني قبل ما ينزل اهو الناس كلها دلوقتي بتتكلم عن الاغنية. ليه اخترت دي بالذات تكون اغنية الهيد للألبوم؟ والله انا هقول لك حاجة، انا لقيت فيها صفات كتيرة قوي تبقى الهيد. يعني هي ايقاعية والكلام بتاعها غريب، ولحنها وتوزيع طبعا حميد الشاعري الفنان الجميل، ففيها مواصفات كتيرة وعشان كده قبلت يعني. عصام اول ما طلعت تعودنا عليك في اللوك ده، ما فكرتش تغيره؟ والله انا فكرت مره في الاغنيه، يعني في الجزء البسيط في الاغنيه في الاخر انا كنت بشعري عادي وكده، بس انا ما عجبتش نفسي. يعني انا شايف انا كده عاجب نفسي او كده، فاحتمال لا خلاص. بحب ستايل بنطلونات البنتكور والحاجات دي. اما بس انت شايفين لابس بدله، يا ريت الكاميرا تيجي على البدله كامله يعني. عشان حفله بس النهارده، غير كده لا. لا بس بلبس لبسي العادي، بس انا في حياتي كلها شقي كده وبتنطط من هنا من هنا، فتلاقيني اخف حاجه اللي هي الشورتات والحاجات دي اكتر يعني. في اغنيه ليك تقريبا هتصورها قريب، بس احنا حاسين انها حاجه غريبه على عصام كاريكا جدا. اغنيه اسمها خليك باصص لفوق يا قلبي لو اتجرحت، اوعى جرحك يا طيب يشدك يوم لتحت. هي اغنيه حزينه، وانا اول مره اغني كده يعني، والحمد لله لقيت يعني ناس من القريبين ليا مش بيجاملوا، قالوا لي ده يعني حلو، ليه ما تقولش حاجه كده. فانا هجرب اصورها يمكن تعجب الناس ويبقى خط تاني مع الحاجات الشقيه اللي انا بعملها. لو نجحت في اللون ده اكتر هتبعد عن الاغاني الشعبيه؟ لا خالص والله. الاغاني بصي انا عايز اصنف لك ان اغاني انا مش شعبيه، هي اغاني شقيه. لا الشعبيين هو يعني في ناس تانية ممكن يتقال، لكن انا اغانيها كلها شقيه كده فيها حركه وتنطيط، بس ما فيهاش شعبي خالص. لو نجحت ديت لا مش هسيب ده، لان هو الناس حبونا في الحاجات الشقيه دي يعني، بس هنعمل ده يعني. بعد فيلم عايز حقي بعدت عن السينما شويه، نشوفك فيها قريب؟ والله يا رب قريب. في حاجه انتاج الاستاذ احمد السبكي، ومعانا اخونا احمد رزق، ويا رب تبقى معانا نيكول سابا بيروح لها الورق دلوقتي، ومعانا طلعت زكريا وعم حسن حسني، شله كده، واخراج الاستاذ علي ادريس، وقصه احمد عبد الله السيناريست. يا رب تعجب الناس ونخش فيها بقى. حددت اسم الفيلم ولا لسه؟ لا لسه والله، يعني هو كل ده قعدات وانا لسه ما مضيتش واتعرض عليا يعني حاجات كده. كنت حريص على انك تيجي النهارده لعصام؟ طبعا عصام كاريكا مهم جدا، شخصيه يعني صديقه من ما يقرب 15 عام دلوقتي،
وغير كده ان هو جاري، وغير كده ان هو ملحن كويس، عامل لي الحان قبل كده كويسه، وانا عامل له موزع له الحان لناس ثانيه كتير يعني، فلازم اشاركه طبعا لازم. جهزت له حاجه في الالبوم ده؟ اعمل له ربنا يهده. سمعت بقيه الالبوم، تعليقك عليه؟ كويس، عصام انا بحبه كاركتر شخصيه يعني. نرحب بالمطربه ايمي ونقول لك ايه سر وجودك في الحفله النهارده؟ طبعا حاجات كتيرة قوي، اولهم ان عصام يبقى من اقرب الناس ليا واخويا الكبير بجد، واعرفه قبل دخولي الوسط بكتير، وهو من اكتر الناس اللي شجعوني ان انا اخش الوسط سواء في التمثيل او في الغنى، ومستنيه منه لحن بقالي سنتين لحد النهارده لسه ما خدتوش، بس ده ما علينا، بس جاي اقول له مبروك وربنا يسعده يا رب، وهو يستاهل اكتر من كده بكتير قوي. ممكن نلاقيكم تعملوا دويتو مع بعض؟ انا اتمنى يا ريت، ده بالعكس حتى يبقى شعبي افيه كده، لان عصام ما شاء الله هو اقدر اقول هو متربع على عرش الاغنيه الشعبيه في مصر، فيا ريت طبعا. هقول له والله المعلومه دي، ده كويس جدا والله. قلب انا مش قده، واللي خلني وبعوده، واللي جرح ان النهارده انت جايه تهني عصام على الحفله الالبوم بتاعه؟ طبعا عصام اخويا بجد واكتر من اخ كمان، ودي اقل حاجه الواحد يعملها له في يوم زي كده، لازم كلنا نكون واقفين جنبه يعني. ده اول البوم ليكي مع نفس شركه عصام؟ لا، الالبوم اللي فات ما كانش مع نفس شركه عصام، بس ان شاء الله الالبوم الجاي باذن الله. البومك اللي جاي جهزتي فيه ايه؟ لسه، بس اخترت كام اغنيه كده، بس لسه ما نفذتهمش، بس اليومين الجايين داخله بصور حاجه، اغنيه خليجي، اول مره اغني باللهجه الخليجيه، وان شاء الله تعجب الناس. ليه تفكري تغني خليجي؟ والله كلنا بصي يعني مش هقعد بقول زي الناس كلنا عرب واخوه يعني، بس يعني انا شايفه ان المصريه تغني خليجي، تغني لبناني، لبنانيين يغنوا مصري، خليجيين يغنوا مصري، شيء عادي يعني تبادل ثقافات زي ما بيقولوا يعني، فعادي يعني. ما كانش عندك صعوبه في اللهجه؟ لا خالص، لان يعني بعرف انطق حروف اللغه العربيه كويس يعني. قلب انا مش قده، واللي خلني وبعوده، واللي جرح فيا كتير. تابعتوا معانا النهارده حفله البوم عصام كاريكا ربنا يهده. تابعونا دايما في MTC وزير. قلب انا مش قده، واللي خلني وبعوده،